السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا رأيت إنه كأن أمي وشمت على يدي اليسار، وفي وقت أنا ما كنت واعية فيه، فكان في جرح. كانت تقول أنا بغطي وشمت عشان بغطي الجرح اللي موجود بيدك، يدي اليسار. هو الجرح فعلا موجود، بس موجود بيدي اليمين. فتقول وشمت عليه عشان أغطي الجرح. الجرح كان رسمة حيوان يعسوب، فكنت أطالع بالوشم ومتضايقة منه، إنه طب أنتي خليتيه مرة كبير، وأنتي لونتي، يا ريتك ما لونتي. انتهى الحين. يعني كنت أعاتب أمي بداخلي، يعني ما قلت لها. أنت مع الوالدة في البيت؟ أيوه صحيح. هل الوالدة تتعامل معك في بعض التصرفات تتعب شوي أو تختلفين معها في بعض الأشياء؟ صحيح. هل الوالدة بمعنى صح جرحتك شوي في بعض الأمور؟ عفوا ما سمعتك. هل جرحتك في بعض التعامل؟ صحيح صحيح. أمك عندك، أعطني خليني أكلمها. نايمة والله الآن. خليني أذكرها بالله عز وجل، أقول خفي عليها شوي بس. معلش، الوالدة نستحمل. ها؟ ما أقدر أصحيها الآن. في أحد يعني غيرك أكلمه لو كلمته يصل صوتي، يصل الصوت لها بأنها تغير المعاملة معك شوي بس والله ترفق بعد. شوف، هي شوية عنيدة، بس إنها يعني عنيدة وقاسية، ودي أذكرها بالله عز وجل، على الله يهديها يهدي قلبها. إني المنام أشوفها قاسية معك بالحيل، وحتتعامل معك تعامل، هذا التعامل هذا حيبقى في قلبك سنين. ما يصلح يا أخي. طيب أعطيني أخذ أذكرها، أعطيني يا أقول شيخ لها غيري طبعك مع بنتك، ترى ما بنتك أقدر طيبة وقريبة أصحيها. منك. ها؟ ما أقدر أصحيها من النوم الآن. طيب أختك عندك، له واحدة من خواتك عندك عشان تقول والله كلمني أبو الياس وقال. أنا الوحيدة اللي عندها، أخواتي الكبار متزوجات. يعني هي قاعدة تفرغ فيك؟ هي على موضوع معين يعني. الله يهديه الله يهديه الله يهديه. الله الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. اصبري، يعطيك. وهذه أمك، وبري فيها وأحسني إليها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك بحفظ. واصبري، آمين. هذه أمك مهما كانت أمك. ودنا إن سمعنا صوتها وصبحناها بالخير ومسيناها بالخير وقلنا لها ترى هالبنت ما تستحق السوء هذا اللي في المعاملة فيه. أسأل الله عز وجل. استدعك الله يا أخت. يعطيك العافية. شكرا شكرا. يا شوف يا جماعة، سألتكم بالله، شوف، ناشدتكم الله اللي يكتبون في الشات تشوفون كيف معاملة الأم في القسوة دي. يا أخي إحنا وش نسوي يا جماعة؟ الأمهات اللي معي، الآباء اللي معي، ارفقوا ببناتكم تكفون، الله يحفظ. شوفوا صوتها كيف، يعني يكفيك انه جالس معك وتكاثر قلبها. شوف حسابها، ما انتبهت والله لحسابها، خلوكم من الحساب، خلها حساب على جنب. انا اتكلم عن شخصها وعن الايذاء اللي يجي. ارفقوا على بناتكم يا جماعه، ارفقوا عليها، ارفقوا، ما يستحقون هذا حتى لو على خطا. الام دائم كبيره، دائم عاقله، تحتوي وتعدل بنتها. الصبر. بعض الامهات يعني لا زعلت تتنفس في عيالها. لا زعلتي فرشي سجادتك وصلي، عين من الله خير. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي حلم الله يسعدك. أسمعك. تحلمت قبل أسبوع تقريبا إني عندي سندويشتين، كلهم محشيات كبدة. الكبدة الناجضة يعني مستوية، فأنا أكلهم. كنت بالمجلس وأهلي حولي، يعني كنت مستمتعة بطعم الكبدة، بس كنت أقطع عليها نفس حجم الخيارة، بس كان فلفل مخلل. كنت أقطعه وأحطه مع الكبدة وآكله. أكلت نص خبزة، نص الصامولي ونزلتها. وأكلت الثانية. أختي جت تناظر فيها النص اللي أنا تركتها، جالسة تناظر فيه. قلت لها إنه بالي، ما قلت لها بس ببالي إنه نفسي أقول لها لا تلمسينا، أنا للحين برجع بكمل النص. وبس صحيت من الحلم. أعطيني بداية منامك.
تحلمت إني بمجلس وعندي سندويشتين محشيات كبدة. أنت متزوجة ولا عزباء؟ لا متزوجة. منام يدور على نفس. وعندي مشكلة بيني وبين زوجي، يعني تواصلت مع المنسقة عشان أكلمك ضروري. زوجك وش المشكلة اللي بينك وبين زوجك؟ ورا ما تصلعين ما بينك وبين زوجك. والله إيش مشكلة؟ عندي مشكلة مع زوجي. لا يا شيخ، مشكلة يعني من طرفه، فهو يعني هو مو مخطئ، هو غلطان، أنت ما فيك لا شيء. لا 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 بالعكس. لا والله منك ما فيه. لا والله يا شيخ، وهو المخطئ. لا بالعكس والله العظيم مو مقصر. بس عندك تفهم معه. أنت يا شيخ يعني أنت ناقصة، ما لازم يجي أحد يساعدك يعني. اسمعني يا شيخ الله يسعدك، أنا بيني وبين زوجي نفور من طرفه. يعني هو اللي ما يجي، يعني أنا أبغى أروح، بس هو يعني بيني وبينه مشكلة، هو اللي مو قادر. الآن تواصلت معها يا شيخ وأعطيتها رقم زوجي. زوجك أنا أتصل عليه شو أقول له تعالي ولد نحل بيك وين أخوانك؟ لا أعطيتها رقمي ورقم زوجي، هي طلبت رقم زوجي. طيب وين أبوك وين أخوانك؟ كلهم موجودين يا شيخ. طيب ليش ما يدخلون يحلون الموضوع؟ ليش سكتي؟ ليش ما تدخلين أشخاص قريبين منك يحلون الموضوع لهم قبول عند زوجك؟ والله حابين نحل المشكلة بيننا، بس إنه كنت مستمرة على الرقية لي شهرين. يا شيخ لا تدخلون، أنا ذبحتوني كل ما جاني واحد وسوس أنا معي سحر، أنا يا شيخ عندي تعطيل، أنا وكل الأمور واللف الدوران هذا سوء تعامل من الزوجة والزوجة، ولا واحد منهم على التواصل الاجتماعي، ولا واحد يبي يغير، وثم عاد يقول والله سحر والله حسد. طيب ليش ما نقول مشاكل أسرية؟ ليش ما نقول خلافات عادية؟ على طول حسد سحر، ممسوسين مربوطين، نفور عنا في ما أدري إيش. علموني يا جماعة، كل شيء ندخله في العين، كل شيء ندخله بالسحر، وكل شيء أنت مسحور، أنت معيون، اطلع الجني، يا جني اطلع. إيش بكم أنتم يا أخي؟ الخلافات الأسرية موجودة، والمس موجود، والسحر موجود، لكن بركازة يا جماعة. صحيح. كل وحدة صاحت من زوجها قالت أنا مسحورة والله ناس، وكل وحدة زوجها يأخذ الثانية، كل واحد ثانية، كل الأولى والثانية يتهمن بعض في السحر. مش غلطونا يا جماعة والله جد. لا يقول كسرت خطرها، لا أنا تراني هذه أختي، وحتى مهما رفعت صوتي تراني محب لها، أبالها الخير، أبى الخير، أبى تشوف الخير، وين الطريق الصح، وين المشكلة. لا أضع المشكلة، أصرف المشكلة إلى سحر وحسد، وهي بالحقيقة لا سحر ولا حسد، هو مشكلة بين عند الزوج ولا عند الزوجة. احنا نؤمن في سحر وفي حسد، لكن ناسنا الله يهديهم ويغفر لهم معنا في التواصل الاجتماعي خلوا كل شيء سحر وخلوا كل شيء حسد، ورقوا الناس لثل، والناس ضربها الوهم وصدقوا. تعرف اللي يصدق انه يعيش وهم يصدقه؟ يعني انا بعطيكم قصص في هذا واقسم بالله يوقف شعر راسك. واخر شيء لا سحري ولا حسدي، ولا تقرا عليها لا معها حسد ولا معها جني. تجلس مع زوجها تجد انه خلاف اسري حقيقه، تجلس مع زوجها تناصحه يقول استغفر الله وتوب اليه، ثم عاد رجع لها وانتهى الموضوع. ولا هي قالت استغفر الله ورجعت، ولا قالت انا اصلا ما ابغاه لانه يختلف معي في الحياه، انا ابغى متفتح يعطيك، ما ابغى هذا زوجي يعقدني، وانا ابغى عباتي طقتها ورايحه جايه من الكف الفلاني للكف الثاني. الكبده ناقصها طبعا، منامك يدل على نقص في الدم عندك. مع السلامه، تواصلي مع المشرف. بحونا والله يا جماعه، شوف اقول لكم بالله انا اخوكم ابو الياس، دائما يبث معكم اخوكم صريح معكم جدا، واحبكم وبالكم الخير يا جماعه. خواتي الله يحفظكم، ترى رقيت ولثل، هدوا شوي هدوا. كل وحده من يسحرك انت؟ محمد بعد راسي، الله يكرمك يا محمد.